والرجل لا يكون مسلما حتى قال الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فمن المستمسك بها الذي يجمع بين النفي والإثبات. لا يكفي ولا يغني الواحد عن الآخر، فالرجل لابد أن يتبرأ من جميع وصور الشرك أيا كانت صورة الشرك، سواء كان في ذلك في عبادة الأوثان والأصنام والموتى والمقبورين ودعائهم من دون الله، أو سواء كانت من تعطيل شرع الله.